بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله الجمعة. آه أعتقد 23 إبريل. بقالي بصراحة أسبوع وأنا نفسي أتكلم في موضوع أحبابنا وأولادنا اللي اتحكم عليهم بالإعدام. بصراحة يعني ما كنتش عاوز أتكلم في الموضوع ده عشان ما زعلش حد مني، ولكن أنا بعتقد الشعراوي لما كبر كان دايما يقول أنا يعني رجلية والقبر، فمش عاوز أكتم حاجة في قلبي وأقول الحقيقة أحسن محد يزعل مني. اللي يزعل يزعل. أنا بستقبل كل واحد يقول أي حاجة، من حقك، فخلي من حق اللي أنا أقول اللي عندي. أولا أنتوا عارفين إن أنا بورسعيدي أصيل وبموت في حاجة اسمها بورسعيد، فخلي دي على الجنب. ولكن عشان ناخد حقنا، أولا الناس اللي في القاهرة، الحكومة والرئاسة والصحافة مش هيسألوا عننا. تفتكروا موضوع أحفاد 56 وإحنا حمناكم وكل ده، ولا البلا ولا حد هيسمع لنا. بس كان البورسعيدية اللي موجود في القاهرة ومعاهم مصالح، وده ممكن يزعل حد، مفيش حد فتح بقه. يعني كامل أبو علي اللي كانت المشكلة، كان أعتقد ماسك النادي أياميها، ما اتكلمش ولا هيتكلم. ليه؟ خايف على مصالحه. وأنا واحد زي يعني ما بلمهوش، هلومه ازاي؟ ما فيش حد يقدر يتلام. راجل عنده مصالحه أكتر من مصالح بورسعيد، ده وجهة نظري. فاللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش ما يزعلش. أنا بقول كلمة من وجهة نظري، يمكن أنا صح وممكن أكون غلط، ولكن عشان يعدموا 11 واحد والأحكام التانية ومحدش يتحاكم، إما حاجة و70 واحد ماتوا ببورسعيد في خلال 3 أيام. فاكرين بعد النطق بالحكم في المحكمة اللي حصل في بورسعيد؟ انتوا عارفين اليوم الأول أو أول 3 ساعات 35 واحد اتنشن عليه في بورسعيد واتضرب بالنار من رجالة الداخلية. عارفين يعني ايه 35 في أول 3 ساعات؟ يعني إعلان حرب على شعب بورسعيد. 35 واحد في أول 3 ساعات. انتوا عارفين أول 3 أسابيع في 56 ما ماتش 35 واحد من أبناء بورسعيد. وما يجوا البورسعيدية يشيعوا الجنازة برضو اتضرب عليهم النار. حد اتحاكم ولا البلا. فالمفروض البورسعيدية ينسوا موضوع 56 ده اللي في ايدنا دلوقتي. اتكلم على الكارت اللي في ايدك، اتكلم على الكارت اللي انت ممكن تأثر بيه وتخلي القاهرة والناس اللي ماسكين زمام الحكم يعرفوا اللي انت في ايدك كارت تلعب بيه. فكر.
في 1800 وحاجة كان الناس اللي شغالين في قناة السويس الفحامين أعتقد اسمهم، أنا مش عاوز أقول حاجة، في 1800، في آخر 1800 وحاجة، قبل النقابات العمالية ما تتعمل في مصر. الناس دي كانوا مش عاجبهم الشغل في قناة السويس، وقفهم قناة السويس. هم كانوا شغالين كل السفن شغالة بالفحم، فالناس دول ما اشتغلوش، وقفت قناة السويس. أنا ما بقولكش وقف قناة السويس، بس أنا بقول لك أنت ليك تاريخ لازم تفكر فيه. أنا بصراحة لو أنا بشتغل في قناة السويس هاخد أجازة، مش هشتغل. الناس تعبانة أعتقد، ولكن هنجيب حقنا إزاي؟ بورسعيد يعني بصراحة ولا حد هيسمع لها، وهينزلوا النادي المصري للدرجة التانية، وهيتنسى النادي المصري. ده خطط القاهرة، لأن الناس اللي ماتت في ماتش الزمالك ولا حد سأل مين اللي موتهم. والناس اللي اتخنقت في بورسعيد هم الشباب خنقوا من بعض وداسوا على بعض. أنا مش عاوز أطول، ولكن أنا حزين على بلدنا، أغنى بلد في مصر، بقناة السويس، بالغاز اللي فيها، بالبترول اللي فيها، ومش عارفين ناخد حقنا. فبطلوا عشان خاطري، بطلوا موضوع 56 ده، بطلوا اللي احنا حافظنا على مصر ووقفنا قدام، وعبد الناصر قال ايه، والسادات قال ايه على بورسعيد، ومين قال ايه على بورسعيد، و56 وحاربنا وبتاع. الموجودين فيه أولياء أمورنا اللي ماسكين البلد ولا تهمهم موضوع بورسعيد وموضوع 56. اتنسى، تاريخ بالنسبة لهم اتنسى. سيد بدرية، بقول اللي عندي وسامحوني ولو حد يزعل مني، أنا آسف، ولكن بصراحة كلنا لابد اللي احنا نحزن على بورسعيد. شكرا.